بعد 20 سنة جواز بيكتشف الابن ان ابوه متجوز واحدة تانية غير امه، وكمان بيدلع اولادها على عكس اللي بيعملوا معاه هو وامه واخته، بس لسبب غريب بيقع في حب اخته اللي من ام تانية. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. فيليب بقى شاب مراهق، يبان من توصيات ابوه فرانك ليه انه مستهتر جدا، وبيأمره يروح يشتغل معاه لان مصاريفه كترت قوي وهو داخل على كلية ومحتاج فلوس. لكن فيليب بيكون كاره شغل ابوه جدا لانه بيسافر كتير، وبيكون عايز يتعلم عزف الجيتار، لكنه بيعرفوا ان هو فاشل ومش هينجح فيه، وانه لما كان في سنه كان بيشتغل اكتر من 18 ساعة. بيعرفوا كمان ان لسه ليه صديق ليه اسمه ريتش، معاه بنت في عمره تقريبا وشغالة ويتر، وهي اللي بتصرف على نفسها وما بتاخدش منه فلوس. وبيعرفوا انه ممكن يعتمد على نفسه زيها. وبعدها بيقول لمراته لورا ان هو رايح لرحلة شغل لمدة اسبوع في اليابان، وبتكون لورا عايزة تخرج هي واولادها لمهرجان في مدينة تانية، بس هو بيكون رافض بحجة انه خايف على الاولاد لا يحصل لهم حاجة وهو مش معاهم. فبيخرج فيليب بعدها، لكن فرانك بيعرفه ان اخره الساعة 10 بالليل ويكون موجود في البيت تاني، وبيقول له ان هي مش لوكاندا. وبيروح بعدها فيليب يقعد مع صاحبه لويس اللي بيعرفه ان ابوه ده خانقه جدا، وان فيليب عدى 18 سنة خلاص وممكن يعيش حياته ويعمل اللي هو عايزه. وبيعرفه ان هما ممكن يقعدوا في بيت عمه اللي على البحيرة اللي في مدينة تانية، وفي الوقت اللي ابوه هيكون مسافر فيه. ولما بيرجع بيلاقي ابوه منتظره، وبيعرفه ان طلب قبوله لجامعة نيويورك اتقبل، بس هو مش هيقدر يوديه على هناك لانه مستهتر جدا، وان هو كمان ما معهوش فلوس يدفع له في المصاريف. وبيكون فيليب نفسه يدخل الجامعة دي جدا، وعارف رأي ابوه من الاول وكان مقدم عليها من وراه. وتاني يوم الصبح بيستنى ابوه يسافر وامه واخته يمشوا من البيت، ويسيب رسالة لامه بيعرفها انه عند لويس صاحبه في بيته. ولما بيوصلوا لبيت راس عم لويس بيكتشفوا انه خمورجي ومش فايق حتى يسلم عليهم، وبيروحوا بعدها يقعدوا على الكافيتيريا، وبيكون في بنت ويتر هناك جميلة جدا. بس فجأة بيشوفوا فيليب ابوه بيحضن الويتر دي اللي من سنه تقريبا، وبيفتكروا انه بيخون امه معاها، وبيقرروا ان هما يروحوا وراه لغاية البيت. وبيعرفوا ان فرانك متجوز واحدة تانية وكمان مخلف منها شاب وبنت تانيين. وبيتنرفز فيليب بعدها جدا، وبيقرر وهو مروح ان هو يعرف امه، بس وهو بيكلمها في التليفون بيفتكر ان هي ملهاش ذنب، وانه مش هيقدر يكسر قلبها بسبب واحد خاين زي فرانك اللي هو ابوه. وتاني يوم بيفتكر فيليب ان فرانك كان مزيف وجود صاحبه ريتشي، وان بنته اللي شغاله جرسونه دي بقى تبقى اخته. وبيروح بعدها لمرات ابوه وبيعرفها انه ابن ريتشي صاحب جوزها اللي حكاله عنهم. وطبعا بيكون معرفهم ان فيليب مهمل وفاشل ومستهتر وما عندهوش فرصه واحده للنجاح في حياته. واول ما بيدخل البيت بيعرف ان هم عندهم كلب، بيفتكر ساعتها انه قال لفرانك انه عايز كلب في بيتهم بس هو رفض. وبيتعرف على اخوه ايدي اللي بيكون ابوه مقرب منه جدا، وبيشاركوا كل اهتماماته وبيعتبروا مثله الاعلى في الحياه. ولما بيرجع فرانك بيتصدم من فيليب اللي بيكون قاعد مع اسرته التانية، وبيكون خايف ان هو قال لهم اي حاجه. وقتها بيكمل فيليب كده وبيقول لفرانك انه اكتشف ان ريتشي بيخون امه مع واحده تانية، وهو مش عارف يعمل ايه دلوقتي. وشويه وبيخرج من الغرفه اللي فيها، وبيكتشفوا ان كيلي كمان خارجه. لكن فيليب بيلفت انتباه فرانك ان البنت خرجت، ونسي يقول لها ان هي تيجي قبل الساعه 10، لكنه بيعرفها هو ومراته ان هما الاتنين واثقين فيها ومفيش داعي للقلق. لكن فيليب بيقول لهم ان ابوه راجع متخلف، وبيطلب منه على طول انه يرجع قبل الساعه 10. وبيقرر بعدها فيليب انه يبتز ابوه، وبيعرفه انه لازم يدفع له مصاريف الجامعه كامله لمده ال4 سنين، قصاد انه مش هيعرف امه بحاجه ولا هيقول لها حتى ان هو بيخونها بقاله 20 سنه. وبعدها بتصمم مرات ابوه ان فيليب يبات معاهم الليله دي، اللي بيكتشف برضه ان هو بيشارك ابنه كل حاجه حتى الجري كل يوم الصبح، وانه بيجي يريح عندهم بس في البيت التاني. وبعدها بيديله فرانك الشيك وبيأمره ان هو يمشي علشان هم خارجين ورايحين المهرجان. بياخد فرانك الشيك فعلا وبيركب معاهم العربيه ويقول لهم ان هو هيروح معاهم. وفي الرحله بيكتشف ان كيلي اخته بتشرب بيره قدام ابوها عادي، مع ان ابوه كان منعه من كده، وبيحاول يداريها من قدام ابوها، لكنها بتستغرب جدا وبتقول له على فكره بابا اوبن مايند. وفجاه بتقلع قدامه وبتديله في الدهان بتاعها علشان يدهن لها ظهرها. لكن لما بيشوفها فرانك بيضرب الكوره على وش فيليب على طول علشان يبعد عنها. ولما بيدخل البيت بياخد جيتار اخوه وبيقعد يعزف عليه. وقتها فرانك بيكتشف موهبه ابنه في العزف وانه مش فاشل زي ما كان فاكر. وبالليل بيشد فيليب مع فرانك في الكلام قدام الاسره، وبيقوم فيليب وهو منزعج جدا، وبتروح وراه كيلي اللي شكلها معجبه بيه وبتحاول تهديه. وبنروح للورا اللي بتعرف ان ابنها مش موجود عند صاحبه وانه في مدينه تانية في بيت واحد مدمن اسمه راس. وبيروح فرانك تاني يوم رحله الصيد مع فيليب ابنه لوحدهم،
بينهم، وبيعرف فيليب ساعتها اللي حصل معاه انه قابل امه الاول بس بعدها قابل لوني، وفي الوقت اللي كان هينفصل فيه عن امه من الاول اصلا بيعرف ان الاتنين حوامل منه، فبيقرر يتجوز الاتنين علشان ما يدمرش اسرتهم. ووقتها بيعرفوا ان امه عرفت ان فيليب مش موجود في مدينتهم وقررت تجي لهم وتطمن عليه، لكن فرانك ما بيلحقش يمشي. وبتشوفه لورا اللي بتستغرب جدا لانه المفروض في رحله اليابان، وبيعرفها ان الرحله اتلغت وهو قرر يقضي وقت اكتر مع فيليب ده لما شاف الورقه اللي حاططها في بيتهم. فبتقرر لورا وبنتها يقعدوا معاهم علشان يحضروا المهرجان اللي كان نفسهم فيه ده، خصوصا ان فرانك بقى معاهم وملهوش حجه ان المهرجان بقى خطر ولا حاجه. وبياخد فرانك راس علشان يلعب دور ريتشي صاحبه واللي لورا تبقى مراته، وبتنجح الفكره وبياخد لهم فرانك بيت بعيد عن اسرته التانية علشان ما يتفضحش. وبيفضل فرانك مقسم وقته بين الاسرتين، وبيساعد فيليب ابوه في ده علشان امه ما تعرفش حقيقه ابوها ويكسر قلبها. لكن يوم المهرجان بيكتشف الاتنين راحوا المهرجان مع بعض، وبياخد ساعتها راس علشان يعمل صاحبه ريتشي. بس وقتها بتقرب كيلي من فيليب وبتعرفه ان هي منجذبه ليه جدا بس لسبب غريب. وايدي بيصارح ابوه ساعتها ان هو بعيد عنه بقاله فتره وبيساله اذا كان زعلان منه. ولورا بتقابل لوني على ترابيزه واحده، والغريب الاتنين بيشوفوا برانك من بعيد وبيشاوروا له على اساس ان هو الاتنين جوزهم، وبيكون ريتش جنبه وبيشاور لهم برضه. وقتها بيشوف فرانك ان كيلي هتبوس فيليب خلاص، وبتعرفه ان هي بتحبه بس بيقدر يمنعهم على اخر لحظه، وبيعرفها ان اخوها وكل حاجه بتتكشف. وبتعرف لورا ولوني انهم ضرتين، وبعدها بيزعق فيليب وبيهرب بس ابوه بيجري وراه وبتخبطهم عربيه. وفي المستشفى بتنفصل عنه لورا والكل بيتخانق معاه. وبعد شهور كيلي وفليب الاتنين بيكونوا في نفس الجامعة، وبيكونوا مخبيين ان هم اخوات علشان خاطر ما يتكشفوش. وبتقابل لوني فرانك في الاسانسير وبيسلموا على بعض، وبتتجاهل كيلي ابوها بس فليب بيسلم عليه وبياخد منه الهدية الجيتار اللي جايبهوله، وبيقف من بره الباب علشان يسمع عزف ابنه الجميل. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.